أنا هنا مجددا أصافحكم من دبي ومعرض إكسبو دبي الذي يشهد اليوم مسابقة الطباعة وفن الطباعة على العربات وعلى السيارات. هذا الفن وهذا الحدث الذي يشهد إقبالا متزايدا وشغفا كبيرا من الشباب من كل أنحاء العالم للتسابق في هذه الأمسية الجميلة التي تشهد يعني إقبالا من جل أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الضخم. مثلما تشاهدون يتضمن المعرض ليس فقط فن الطباعة على السيارات، ولكن أيضا هناك الطباعة الرقمية، الطباعة الحديثة، النقوش. وهنا هذا معرض إكسبو الذي يتميز باحتضانه لكل هذه الفعاليات الضخمة وهذه الأمسيات الجميلة التي يتشارك فيها المشاركون بالآراء ويتناقشون ويتبادلون أطراف الحديث لاكتساب خبرات جديدة ولاكتساب معارف وعلاقات جديدة. كان معكم كريم كريدة من معرض إكسبو دبي، وهنا أقولها بالإنجليزية: هذا هو World Rap Masters Competition وأيضا FESPA Show Exhibition. شكرا لكم، وإن شاء الله سنتواصل في فيديوهات جديدة وتغطيات جديدة. أنا هنا مجددا بالعاصمة أبو ظبي في مؤتمر الإعلام الذي يشهد توافد كبير للإعلاميين في مختلف التخصصات ومختلف المنصات التلفزيونية والإذاعية. سعيد جدا بهذه المشاركة التي تسخر بالتعاونات بين الإعلاميين والمنتجين في هذا الحقل الإعلامي المليء بالمواهب والمليء بالخبرات التي تتعاون لخلق مستقبل واعد وشمس مشرقة تشرق على وطن عربي متحد كلمته حرة وأعلامه نزيه. دبي هنا الإعلام العربي المتحد في هذا المنتدى العربي الإعلامي الذي يخص جل القنوات الإخبارية أو القنوات التلفزيونية المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة أو في بقية دول الخليج العربي. تجتمع جل القنوات هنا لتناقش أمرا واحدا: كيفية الارتقاء وتطوير المشهد الإعلامي العربي. تحضر جميع القنوات العربية هنا في مختلف الفضاءات في هذا المنتدى العربي الحر، وتدور مختلف النقاشات والندوات بحضور جماعة ومسؤولين كبار من القنوات العربية حتى نتناقش ونتحاور في سبيل تطوير المشهد الإعلامي وترويج الثقافة العربية. ومن أفضل ما شد اهتمامي في هذا المنتدى حضور الركن الصيني والصينيون الذين يروجون للثقافة الصينية في العالم العربي. هو إعلام يسعى لتحقيق كلمة واحدة ومتحدة، هو إعلام حر نزيه وهادف. هنا دبي وهذا منتدى الإعلام العربي. من هنا مجددا من الإمارات لتغطية كل الأحداث والتظاهرات والفعاليات الثقافية والاقتصادية في هذا البلد العريق الذي يشهد ثورة معمارية واقتصادية كبيرة. أنا هنا في الإمارات العربية المتحدة في كل المناطق، في رأس الخيمة، في دبي، في أبو ظبي، في عجمان، في الشارقة، لتغطية جل وكل التظاهرات إن كانت ثقافية أو على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. هنا هذا رواق جميل جدا، أريد أن أخذكم في جولة في هذا الرواق الذي يشمل جملة من الصور التي تجسد تاريخا وحضارة كبيرة للإمارات العربية المتحدة. ويطلبون مني دائما أن أتكلم باللهجة الصينية بحكم أنني خبير في هذه اللغة، فأود أن أقول جملتين بسيطتين للتعبير عن فرحتي بتغطية كل هذه التظاهرات في الإمارات العربية المتحدة. أقول 很高兴能够在阿联酋可以给大家分享阿联酋的历史、阿联酋的文化、阿联酋的文学，欢迎大家来到阿联酋玩，谢谢大家的关注。كلموا لازم مصر. شكرا لاستماعكم، وأنا هنا دائما لتغطية كل التظاهرات والفعاليات ثقافية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية. كريم من تونس، وهنا الإمارات العربية المتحدة. الإعلام العربي والتحديات الكبيرة في إعلامنا العربي. هنا دبي ملتقى كل القنوات العربية التلفزيونية التي تجتمع هنا لتتكلم
وتكون صوتا واحدا لكلمة حرة وأعلام ثري يرتقي بأعلامنا العربي، ويكون يدا واحدة من أجل تأسيس دولة عربية تقوم على أعلام حر مستقل. تحضر في هذه الندوة جميع القنوات العربية أو أغلبها القنوات الإخبارية التي تسعى لنقل أخبار تعكس واقعا عربيا نرجو أن يكون جيدا في مجمله. كان معكم كريم كريدة من تونس من منتدى الأعلام العربي هنا دبي. هنا الجميرة وهذا الممشى المعروف بجي بي آر كما تشاهدون. هذا الممشى العصري الذي يتوافد عليه كل الزوار الذين يأتون إلى الإمارات العربية المتحدة وتحديدا دبي للتمتع بهذه المناظر الخلابة وهذا المعمار المتطور والعصري جدا. إنها دبي، دبي رمز التطور والحضارة والمعمار ورمز الجمال بكل تفاصيله وتجلياته. لكم مني تحية ولكم مني هذا المنظر الممتع الرائع الذي يسحب أعين لجمال وحضارة الإمارات وتحديدا دبي. هذه دبي في الليل، المنظر خلاب جميل ممتع. أرجو أن تقضوا هنا وقتا طيبا مليئا بالفرحة والحب والانسجام. هنا في هذا الجناح الخاص بالشارقة بعض العاملات الخاصات يعني الذين يشتغلون في هذا الرواق. فهناك سؤال يدور في ذهني حول كيفية وأهمية الأرشيف في الشارقة وكيف تروجون لأرشيف الشارقة في هذا المعرض. إنها حروف بسيطة كما تشاهدون ولكن لها معاني عميقة جدا في موروثنا العربي وفي الشعر العربي وفي اللغة العربية الفصحى. حروف ممكن لكل قارئ أن يقرأها ولكن من الصعب تشكيلها ووضعها في جمل تعبر عن شعر عربي وموروث عربي يسخر بهذه المعاني الجميلة وبهذه الأشعار التي تسخر بها الإمارات العربية المتحدة في ظل شبابها المحبون للشعر العربي الفصيح. كلمات جميلة وشعر راقي لبناء ثقافة عربية سليمة تقوم على ثقافة وطيدة وغنية للغاية. أهلا وسهلا. هذا تشاهدون الأطفال هنا المحبون للشعر العربي والكلمات العربية الفصيحة. هؤلاء الجيل الجديد الذين يغذون فينا بذرة حب اللغة العربية وحب الشعر. اوكي، هؤلاء هم الصبية والفتيات الصغار الذين يحبون قراءة الشعر منذ نعومة أظافرهم، وهي هواية جميلة جدا تغذي فيهم الثقافة والحب الانتماء للوطن والتجذر في هذه الحضارة. أبدا ما تلبيه يا من توالد مكرمات إلى قبلة الفقر ومبادئ. وفي الشأن الثقافي الآن تقرر عقد الدورة الثالثة لأيام قرطاج الكوريغرافية من 5 إلى 12 من جوان المقبل بعد تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وستعقد الدورة هذه السنة عبر المنصات الرقمية وستكون مهداة إلى روح فقيدة الساحة الثقافية والحقوقية زينب فرحات. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة الموجهة للجمهور من مختلف الأعمار والتي تتألف من 3 أقسام، وهي البرمجة الفنية الدولية وتثمين الأعمال الفنية التونسية فضلا عن التكوين في مجال الرقص الكوريغرافي. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس المجلس الرئاسي الليبي في زيارة رسمية إلى تونس لتعزيز علاقات الشراكة بين البلدين. أعود إليكم من مؤتمر الأرشيف الذي تحتضنه أبو ظبي من الإمارات العربية المتحدة، وهذا اللواء خاص بالأرشيف الشارقة. هنا كما ترون بعض المستندات والكتب الخاصة بالمعرض بالأرشيف بالشارقة. كما ترون هنا بعض المستندات والكتب التي توثق أرشيفا وتاريخا وحضارة كبيرة للإمارات العربية المتحدة خاصة بالشارقة. أرجو أن يكون منتدى فعالا تشارك فيه كل الدول العربية وحتى الإفريقية في إطار النمو والنهضة بأرشيفنا العربي وتاريخنا وثقافتنا العربية المتحدة. هذا اليوم الثاني من الكونغرس المنعقد بأبو ظبي الذي يتعلق بالأرشيف
الذي تحتويه الإمارات العربية المتحدة من أرشيف غني وثري. اليوم الثاني الكونغرس يتضمن ويحتوي على فقرات عديدة ومتنوعة. هناك حضور أوروبي وإفريقي بامتياز في هذا المؤتمر الذي يناقش قضايا عديدة ومميزة، أهمها هو كيفية الحفاظ على هذا الموروث الأرشيفي وكيفية التفاعل الثقافات المختلفة في ظل التغيرات وفي ظل الرقمنة وفي ظل هذه التطورات السريعة في مجتمعاتنا العربية وفي العالم. المؤتمر العالمي للأرشيف المنعقد في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا بإمارة أبو ظبي، كثيرون هم المشاركون في هذا اليوم الثاني، وغدا هو اليوم الأخير من هذا المؤتمر الذي سجل نقطة إيجابية في الحفاظ على الموروث والأرشيف في إمارة أبو ظبي بالإمارات المتحدة العربية. كان معكم كريم بريدة هنا من أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة. تنطلق اليوم دورة جديدة من دورة الإعلام العربي في دبي، هنا في هذه الأرض المعطاء التي تحتضن كل الدول العربية لتشارك في كل ما تنتجه القنوات. Today is the competition here in Dubai about the World Draft Masters. This is the second day of the competition. So here is FESPA and World Rap Masters competition in Dubai. It was a great chance and opportunity for all the participants, all the judges to participate in the amazing competition, in the printing, in the wrapping, and we are very glad and very happy to receive too many people from all over the world to participate in such a great competition. It was my pleasure to cover this event in Dubai in the Expo City. Pleasure to being here. It was the World Rap Master competition here in Dubai Expo City. Thank you so much.